واش كتعتقد أنه إلا كريتي شي دار تقدر تخرج الكاري وقت ما بغيتي؟ راه القانون المغربي واضح وكيحمي الكاري والمكري معا. اليوم غادي نوريك الحالات القانونية فقط اللي كتسمح لك تطلب من الكاري يخوي الدار. أول حالة، التماطل في الأداء، يعني الكاري ما كيخمسش الكرا في الموعد وكما متفقين في العقد. في هذه الحالة عندك الحق تصيفط ليه إنذار قانوني، وإذا بقى ما خلصش تقدر ترفع عليه دعوة في المحكمة باش تطلب الإفراغ. ثاني حالة، إلا كنتي ناوي تهدم الدار ولا دير فيها إصلاحات كبيرة ما كتخليش الكاري يبقى فيها، ولكن خاصك تبلغوا بهذا الشيء قبل ودرس لي إنذار قانوني فيه السبب. ثالث حالة، الاحتياج. إلا كنت انت ولا الزوجة ديالك ولا ولادك ولا والديك محتاجين تسكنوا في الدار وما عندكمش سكن آخر، تقدر تطلب من المحكمة الإفراغ، لكن ضروري تبرر هذا الاحتياج وماشي غير تقولوا شفوي. في جميع هذه الحالات خاصك تصيفط إنذار قانوني للكاري وتخليه عنده مهلة شهرين، ولا ما خرج كتدوز للمحكمة وتطلب الإفراغ رسميا. واخا المحكمة تحكم لصالحك، راه في بعض الحالات خاصك تعطي للمكتري تعويض ديال عام كامل ديال الكرا بحال في حالة الاحتياج أو الإصلاح باش ما يتضررش بزاف. القانون 67.12 ماشي كيجي على الكاري ولا كيعطي سلطة كبيرة للمكري، ولكن كينظم العلاقة بينهم باش كل طرف يعرف الحقوق ديالو وما يكونش ظلم. خذ حقك بالقانون وما تظلم حتى شي حد. وإلا كنتي كتكري أو كتكتري ضروري تعرف القانون اللي بينكم. شارك هذا الفيديو باش توصل المعلومة لكل شي.